بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل معانا البسبوسه بطريقه سهله لاي بنوته جميله تعملها بكل سهوله. معانا كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع من اللبن، وكوبايه الا ربع من السكر. هنضيف كل المكونات دي في حله بسيطه او في صينيه على النار تدفى يا دوبك او كله يمتزج مع بعضه. تمام. ومعانا حوالي 3 كوبايات بنفس الكوبايه اللي احنا عيننا بيها كل حاجه من دقيق البسبوسه. كوبايه السكر يا جماعه اهي. كل ده هنحطوه يا دوبك يمتزج مع بعض. تمام. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حطينا طبعا حوالي ربع معلقه صغيره خالص من البيكنج باودر ورشه ملح بسيطه، وهنقلب طبعا الحاجات الملح والبيكنج باودر على دي السميد بالشكل ده، وهننزل بالخليط اللي احنا حطيناه اللي هو اللبن والسكر والسمنه على خليط البسبوسه، ونقلب ما نقلبش كتير عشان البسبوسه بعد كده ما تنشفش معانا، يا دوبك نشربه الخليط السائل ده. وهيكون معانا صينيه مدهونه طبعا بالسمنه، وكونوا طبعا مسخنين الفرن قبلها يا جماعه، ونحطوها على درجه حراره حوالي 180. وطبعا هنشوف معانا لما هتطلع من الفرن هيبقى شكلها ايه. خليكم معايا، متقلبيش فيها كتير عشان ما تنشفش منك. وطبعا هنعمل شربات البسبوسه، هنشوفه مع بعض دلوقتي مقداره قد ايه. ولا وصلت هنا حط لنا اللايك فضلا وليس امرا. هنفضي الخليط كله في الصينيه زي ما احنا شايفين كده، مدهونه طبعا بالسمنه يا جماعه. هنبدا نسويها بالراحه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجه بسيطه طبعا. وبعد كده لازم نحرك الصينيه مرتين 3 كده عشان لو في اي هواء او اي حاجه تخرج منه. معانا طبعا الشربات بتاع البسبوسه حوالي كوبايتين شربات، كوبايتين من الميه عليهم كوبايتين من السكر، وبعد 5 دقايق بنعصر عصره الليمون. وادي يا جماعه صينيه البسبوسه بعد ما طلعت من الفرن اهيت. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه، بسم الله ما شاء الله، يعني جميله جدا وكانت تحفه بجد. هنسقيها الشربات طبعا الشربات سخن، والبسبوسه اخرى سخنه. وطبعا من علامه ان تعرفك ان البسبوسه ناجحه معاكي ان هي تشرب الشربات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، معنى كده ان هي 10/10. زي ما انتوا شايفين طبعا الشربات ما شاء الله بيتشرب بكل سهوله، معناها ان هي ناجحه. اي بنوته جميله لسه لاول مره هتعمل البسبوسه هتعملها بكل سهوله بالطريقه السهله دي. طبعا احنا كنا عاملين البسبوسه قبل كده بطريقه تانية لو حبيتوا تشوفوها يعني على الفيديوهات. زي ما انتوا شايفين الشربات كله اتشرب، مش سيبناها ما بردت شويه، وبعد كده نبدا نقطعها. طبعا كلنا عارفين ان البسبوسه لازم تبرد عشان نقطعها. طبعا انا مش سبتهاش تبرد يعني خالص، بس عشان نخلص الفيديو مع بعض. يلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا عاوزه اقول لكم ان انا اكتر واحده ما بتعرفش تخرط اي صينيه ما بتعرفش تخرط لا كيك ولا بسبوسه. طريقه التقديم دي لكم اهي. البسبوسه زي ما انتم شايفينها اهي يا جماعه. طبعا لو عاوزاها الحجم اقل من كده كبرت الصينيه شويه. وده الشكل النهائي يا جماعه بعد ما عملنا صينيه البسبوسه.